بص كريس بامست مستر اولمبيا بيقول ايه للاخ ده، هو خلص التمرين وهو مستريح، فقال له هو انت كده هتعمل بروجريس ازاي؟ انت هتتطور ازاي اصلا؟ قال له اصل انا والله بوفر الطاقه بتاعتي. قال انت عايز توفر طاقه؟ طب وعايز تبني عضلات ازاي وانت حتى مش بتقرب للفشل العضلي؟ طب يعني ايه بقى فشل عضلي؟ اللي هو الفيلير. فتعالوا نشرح الموضوع ده. الماسل فيلير وهو مصطلح الفشل العضلي، وده عليه جدل كتير الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا، وده بتوصل له لما بتوصل لحاجه اسمها الار اي ار اللي هو الريبس ان ريزيرف بتساوي 0 او سواء 1 او 2. طب يعني ايه الكلام ده عشان ما نتلخبطش اكتر؟ الار اي ار ده وهو معدل وصولك للفشل العضلي. يعني لو ار اي ار بيساوي 0 يعني انت كده لعبت العدات بتاعتك وانت في اخر عده مش قادر ترفع عده اضافيه كمان. هنا بقى الدراسات بتقول لك ان انت عشان تبني كتله عضليه لازم توصل للفشل العضلي او ان انت تقرب له سواء بعده او 2 او 3 بالكتير. يعني انك توصل للاجهاد الفعلي اللي بيكون موجود اللي بيحفز العضلات على النمو، وده اللي بيخلي على العضله ميكانيكال تنشن. يعني من الاخر ما تروحش الجيم تفضل تشيل اوزان خفيفه